بسكوت العشر دقايق لنظام الكيتو واللو كارب ومرضى السكر وحساسية الجلوتين، بدون دقيق وبدون بيض وبدون منتجات ألبان وكمان بدون فرن. أسرع وأسهل بسكوت ممكن تعملوه. يلا مع بعض نبدأ بالمكونات والطريقة. بسم الله، ونبتدي مع بعض بالمكونات بتاعتنا. وأول مكون هو الشوكولاتة الدارك. أنا معايا ربع كوباية من الشوكولاتة الدارك 70%. تاني مكون معايا هو ربع كوباية من أي نوع من المكسرات. انا استخدمت هنا البندق، تقدروا تستخدموا فول سوداني، سمسم، اي نوع مكسرات متوفر. والتحلية عندنا هتكون ببديل العسل الدايت المناسب لنظام الكيتو واللو كارب. انا بحضره في البيت وهسيب لكم لينك التحضير موجود في صندوق الوصف. وطبعا اللي هيستخدم شوكولاتة فوق ال70% يقدر ان هو يضيف التحلية، لكن انا هنا مستخدمة 70% فمش هضيف تحلية. اخر مكون معانا هو مبشور جوز الهند، وانا هستخدم منه كوباية وهي بتكون في حدود 80 جرام. اول حاجة هعملها ان انا هحمص مبشور جوز الهند، هحمصه على الطاسة، وكمان هحمص المكسرات بتاعتي. انا مستخدمة هنا بندق لان البندق مع الشوكولاتة وجوز الهند بيدي طعم حلو قوي. لو حابين تستخدموا فول سوداني برضو براحتكم. شايفين هنا انا حمصت مبشور جوز الهند على الطاسة على نار هادية، اخد اللون الذهبي الفاتح. انا مش عايزاه يكون اخد لون غامق، مجرد بس ان هو ياخد لون ذهبي وتطلع ريحة جوز الهند، بيبقى خطير جدا. دي اول خطوة. تاني حاجة انا برضو حمصت معايا البندق بتاعي، ولو انتوا مستخدمين فول سوداني او سمسم برضو الافضل ان انتوا تحمصوه عشان يدي طعم حلو للبسكوت بتاعنا. طبعا احنا عملنا الخطوات كلها على الطاسة، مش هنعمل في الفرن البسكوت. هو اول التحضيرات ان احنا حمصنا المكسرات بتاعتنا وكمان حمصت مبشور جوز الهند. دول اول 2 مكون، بس انا مش هستخدمهم كده. انا اول حاجة هجيبها معايا هي المطحنة بتاعة المكسرات، وهبدأ ان انا اطحن مبشور جوز الهند. انا عايزة استخدمه يكون ناعم، فهبدأ اخد نص الكمية بتاعتي وهطحنها. شايفين هنا انا طحنت مبشور جوز الهند بعد ما حمصته، ودي بتكون معايا اول خطوة. شايفين بقى ناعم ازاي؟ هبدأ ان انا اطحن كمان بقية الكمية. انا عايزة اطحن الكوباية كلها، وبعد كده هاخد اللي طحنته واحطه معايا في البولة بتاعتي اللي هحضر فيها البسكوت. انا دلوقتي طحنت مبشور جوز الهند، وبرضو هطحن معايا البندق بتاعي. وطبعا لو مستخدمين اي نوع تاني من المكسرات سواء فول سوداني او سمسم او لوز او اي نوع برضو هنطحنه. شايفين انا هنا طحنت البندق معايا، وهبدأ ان انا اضيفه على مبشور جوز الهند اللي انا حمصته وطحنته. وهنا انا جهزت اول جزء معايا في البسكوت. هبدأ ان انا اقلبهم على بعض، وهنا بقى جاهز معايا. هنبدأ مع بعض نحضر الشوكولاتة الدارك. هنبدأ ان احنا نحطها في بولة معانا ونسيحها في الميكروويف او على حمام مية سخنة. انا هنا حطيتها في الميكروويف 20 ثانية، وبدأت ان انا اقلبها وبقت جاهزة معايا. ودلوقتي هبدأ اخد الشوكولاتة الدارك اللي انا سيحتها وهضيفها على مبشور جوز الهند والبندق اللي انا حمصتهم وطحنتهم. شايفين مكونات البسكوت كلها مكونات مضادات للأكسدة، كلها مكونات تدي طاقة مفيدة جدا ومشبعة. يعني هتاكلوا البسكوت وفي نفس الوقت هتحسوا ان انتوا شبعانين، مش هتقدروا تاكلوا كمية كبيرة، وكمان هتاخدوا تحلية حلوة قوي. انا هنا قلبت المكونات كلها مع بعض وعايزاهم يختلطوا كويس جدا. شايفين هنا خليط البسكوت كده يعتبر جاهز معايا. هنجيب معانا الصينية بتاعتنا ونحط فيها ورق زبدة، وبعد كده هنجيب القطعات اللي احنا عايزين شكل البسكوت عليها. يعني لو عايزين تعملوها شكل دواير او شكل قلب او مربع، يعني حسب الشكل اللي انتوا حابينه. تقدروا تعملوا اشكال مختلفة للاولاد. انا هعمل الشكل المدور العادي. هبدأ اخد بالمعلقة واضغط عليها. مهم ان احنا نضغط كويس عشان يتماسك الشوكولاتة الدارك، تبدأ تتماسك مع مبشور جوز الهند والمكسرات، ويتكون معايا زي ما انتوا شايفين كده البسكوت.
بنفس الطريقة هبدأ ان انا اعمل الكمية كلها، وزي ما قلت لكم لو حابين تعملوا اشكال من البسكوت هيكون حلو قوي، بس انا عملت الشكل التقليدي العادي. الكمية دي هتعمل معايا حوالي 6 من البسكوت، وحجمها كبير زي ما انتوا شايفين. انا كده خلصت الكمية كلها، وزي ما قلت لكم عمل معايا 6. انا هدخله التلاجة حوالي 10 دقايق، مش هياخد وقت. واول ما يتماسك هنبدأ مع بعض ان احنا نقدم البسكوت بتاعنا. هدخله دلوقتي التلاجة واوريهولكوا اول ما يطلع. شايفين يا حبايبي البسكوت جميل ازاي؟ بجد حلو قوي، يعني انا حطيته ربع ساعة بس تماسك وطلعته على طول. دلوقتي المقادير موجودة على الشاشة اللي حابب ان هو ياخدها سكرين شوت. بجد البسكوت حلو قوي، يعني هو ما بين البسكوت وما بين الكوكيز، وكمان هو سقعان كده فحلو قوي، يعني تحسوا ان هو بيرطب كده وبيحلي، فحلو قوي يعني. يا رب ان شاء الله لما تجربوه يعجبكم. هستنى رأيكم واستنى تعليقاتكم الجميلة والحلوة اللي بستناها. وصفة حلوة جدا وسهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة جدا. ولو انتم على نظام الكيتو فاكيد انتوا هتكونوا محتاجين الخبز البلدي المنفوخ اللي تقدروا تعملوا بيه سندوتشات، وكمان تقدروا تاكلوا بيه اي غموس، وكمان هو بدون بيض وبدون منتجات البان، بمكون اقتصادي وسهل وسريع جدا. يعني هتقدروا على نظام الكيتو تعملوا سندوتشات وتاكلوا خبز بجد طعمه قريب جدا من الخبز البلدي العادي. هسيب لكم لينك الطريقة موجود في صندوق الوصف أسفل العنوان. شايفين جمال الخبز؟ تقدروا تفتحوه وتعملوه سندوتشات بجد حلو جدا. وبما ان عملنا بسكوت ال10 دقايق على البارد بدون فرن، كمان الكحك اللي قدامكم ده هو كيتو ولو كارب ومرضى السكر، وكمان بدون فرن وبدون بيض. طريقة سهلة جدا وسريعة لوصفات تكون صحية، وبجد في الجو الحر احنا مش محتاجين ان احنا نشغل الفرن خالص. طعمه جميل جدا ومشبع وسناك هايل جدا، وكمان مغذي جدا للأطفال. تقدروا تاخدوه كمان كوجبة فطار، لو أخدتوا 2 أو 3 هتقعدوا شبعانين لفترة طويلة جدا. هسيب لكم كمان لينك الوصفة موجود في صندوق الوصف، واللي عايز أي وصفة ومش عارف يوصل للطريقة يسيب لي تعليق وأنا هسيب له اللينك تحت التعليق بتاعه. ان شاء الله تجربوا كل الوصفات وتعجبكم. هستنى رأيكم وهستنى تعليقاتكم الجميلة والحلوة اللي بستناها. ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنسونيش من اللايك، وياريت شير لأصحابكم ولحبايبكم عشان يشوفوا الوصفات الصحية والجميلة ويستفيدوا منها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.